الحكومة الروسية هنا ما كانتش وقتها بتحاول تحارب وحوش، هي كانت بتصنع جندي خارق ما بينامش. احنا بننام عشان نعيش، بس في الكود ده هم قرروا يمنعوا النوم نهائي عشان يشوفوا الوحش اللي مستخبي جوه الانسان. التجربة بدأت ب5 مساجين وانتهت بحاجة مرعبة لدرجة ان الملفات اتقفلت للأبد. في أواخر الأربعينات العلماء جابوا 5 مساجين وحطوهم في غرفة مغلقة بإحكام وضخوا فيها غاز منشط عشان يمنعهم من النوم تماما مقابل حريتهم. اول 5 ايام الدنيا كانت هاديه خالص، قعدوا يتكلموا في ذكرياتهم وفي الماضي الجميل وفي المستقبل فيما بعد. اليوم السادس الكود اتغير، الهدوء اتحول لصرخات مكتومه والضحك اتقلب لهمس مرعب في الميكروفونات. في اليوم التاسع واحد منهم فضل يصرخ حوالي 3 ساعات لحد ما احباله الصوتيه اتقطعت والباقيين بدأوا يغطوا الشبابيك بورق الشجر عشان العلماء ما يشوفوش اللي بيحصل جوه. فجأة الغرفة بقت هادية تماما، العلماء فتحوا الباب عشان يشوفوا اللي بيحصل جوه وكانت الصدمة اللي مفيش عقل يستوعبها. فتحوا الباب كده تدريجيا لمدة 20 ثانية وبدأ فريق الأمن اللي مع العلماء يشيل ورق الشجر من على الشبابيك عشان يشوف اللي بيحصل جوه، والمساجين قدامهم صاحيين بس مفيش رد فعل خالص. 14 يوم صاحي، عايزني اعمل لك ايه؟ اجيب لك بوكيه ورد؟ ده انت اللي هتحطه على قبري. المساجين متمسمرين في الارض ولا ايد ولا رجل بتتحرك. العلماء هنا لاحظوا حاجه غريبه، لاحظوا ان خلايا المخ بدات تتحرق حرفيا من كتر الضغط. في اليوم ال15 الاجهزه سجلت نشاط مخ غريب جدا، موجات المخ ما كانتش موجات حد صاحي ولا حد نايم، ده كانت تشويش كامل. هنا الجهاز العصبي فقد القدره على التميز بين الاشارات اللي جايه من العين وبين الهلاوس اللي بيخلقها المخ عشان يعوض الدوبامين، وده اللي خلى المساجين يشوفوا حاجات مش موجوده اصلا ويتعاملوا معاها كانها واقع. الحكومه الروسيه هنا ما كانتش وقتها بتحاول تحارب وحوش، هي كانت بتصنع جندي خارق ما بينامش، بس اكتشفوا ان هم بيصنعوا آلة معطله خطرها على نفسها اكتر من خطرها على عدوها. لو بصيت في الكود ده هتلاقي ان النوم مش مجرد راحه للجسم، ده جدار حمايه فاير وول من غيره العقل بيبدا يخلط بين الواقع والهلاوس لحد ما الاتنين يبقوا واحد. في النهايه تجربه النوم الروسيه مش مجرد قصه رعب، لا هي مرايه بتوريك ان اضعف حلقه فينا هي اللي حميانا. احنا بنجري ورا التطور وبنحاول نكسر حدود الطبيعه كل يوم، بس بننسى ان السيستم البشري معمول بتوازن دقيق جدا، لو حاولت تلغيه من الضعف هتفقد معاه الانسانيه. الكود الحقيقي هنا مش في ازاي تسهر، الكود انك تفهم ان ربنا خلق الليل والنهار كشفره امان لعقلك. اللحظه اللي عقلك يفكر فيها انه ما يرتاحش هي اللحظه اللي هتفقد فيها السيطره على نسختك الحقيقيه. الاسئله كتير بس الاجابه دايما مستخبيه في الكود. تفتكر لو جربت تفضل صاحي كام يوم هتقابل مين؟ وتفتكر هتقدر تسيطر على نفسك؟ اكتبوا لي ارائكم ومستني اشوف تحليلكم العبقري، وكمان مستني اشوف مين فيكم قلبه ميت يفك معايا الكود الجاي. انا حسام والسلام.